مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا، لكل اللي عم يشاهدونا على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي، أيضا يلي عم يسمعونا على الموجة 103.5 بوير اف ام. برنامج صحتك بالدنيا، أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون. ضيفي بالاستديو الدكتور حسين عثمان، اختصاصي بجراحة الأنف والأذن والحنجرة. رح نحكي عن موضوع مهم كتير وآخر مستجدات الجراحة التنظيرية اللي عم يشتغلوها حاليا. اسمحوا لي رحب بضيفي الدكتور حسين. يسعد مساك، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافيه. شكرا لك دكتور ولحضورك يعني تخصيص بعض الوقت حتى يستفيدوا مستمعينا ومتابعي إذاعة بوير اف ام من هاللقاء. بشكر زملائي بالكنترول. ايضا حابب نوه اللي حابب يتصل معنا او ينضم للبرنامج لحتى تأغنوا لقائنا ايضا وتفيدوا من هالمقابله. 429 101 هو الرقم الارضي. فيكن عبر الرساله عبر الواتساب 093 82 80 81 4. عبر الرساله رح نجاوب على اسئلتكم. ايضا يلي عم يشاهدونا عبر البث المباشر برسالة عبر كومنت رح نجاوب على أسئلتكم أو استفساراتكم. موضوعنا اليوم هو آخر مستجدات في الجراحة التنظيرية بما يخص جيوب أو الأنف والأذن والحنجرة. يعني الدكتور رح يوضح لنا أكثر بشكل أوضح شو هن المرضى اللي عم ينعمل لهم هالعمليات، شو الجدوى، الإجراءات، والعديد من الأسئلة رح نطرحها، لكن بأسئلتكم رح تأغنوا لقائنا. أيضا دكتور، جراحة الجيوب التنظيرية هي طبعا التنظير دخل بمجال الأذنية أيضا مبكرا، وكان في يعني تطور على قدم وساق. شو تحكونا عن جراحة الجيوب التنظيرية، أو لنبدأ التهاب الجيوب الأنفية كما تخلى موضوعنا؟ تمام، الله يعطيكم العافيه. هلا بشكل عام التهاب الجيوب هو نحن بدنا اول شيء نعرف ما هي الجيوب. الجيوب هي عباره عن اجواف موجوده بجوار الانف، محيطه بجوف الانف. هذه الجيوب معرضة للالتهابات، الأسباب متعددة: فيروسات، جراثيم، تحسس، فصل الشتاء، موجات القريب، موجات الإنفلونزا، ضعف المناعة، سكري، إلى ما شابه ذلك. هلا معظم حالات الجيوب نحن بالعادة طبعا عم نعالجها بشكل دوائي، والنتائج بتكون كتير كويسة. هلا في حالات ولنفترض الحالات اللي ما عم تستجيب للعلاج الدوائي. مريض اجانا بحالة التهاب جيوب، ما استجاب للدواء، بدنا نحوله الى موضوع الجراحة. هلا في نحن عندنا قديما شيء اسمه الجراحة التقليدية للجيوب. حاليا نحن عم نتبع الجراحة التنظيرية للجيوب. هلا الجراحة التقليدية للجيوب صراحة ألغيت في العالم، خاصة العالم المتطور ألغيت تماما. لم يعد هناك شيء اسمه جراحة جيوب تقليدية يعني. نعم. نحن اليوم في شيء عندنا اسمه جراحة جيوب تنظيرية. ليش طبعا اتطور هذا الشيء؟ لأنه نتائج جراحة الجيوب التقليدية كانت سيئة جدا، وكانت تتميز بالنكس. ولهلأ الناس آخذ هالفكرة، يعني مين ما بتسأل بدي أعمل عملية الجيوب يقول دكتور والله عم ترجع. طيب حدا فكر إنه ليش عم ترجع؟ لأنه اللي حاليا عم يشتغلوا بمجال الجيوب معظمهم عم يشتغلوا بالطرق التقليدية اللي هي نتائجها هيك. مو ذنب الطبيب، نتائج الجراحة التقليدية هيك. أنا حاليا إذا جاني مريض بدي اشتغل له جراحة تقليدية بدها تنكس. فتطور عندنا مفهوم الجراحة التنظيرية. جراحة الجيوب التنظيرية نتائجها كتير كويسة، النكس فيها قليل جدا. وحاليا طبعا في عندنا شغلتين كمان، صار في تطور على جراحة الجيوب التنظيرية ضمنا أيوة. ما يسمى بجراحة الجيوب التنظيرية المتقدمة، اللي هلا نحن مثلا عم نطبقها بموضوع إزالة أورام النخامة بالتنظير عبر الأنف. مريض عنده ورم غدة نخامية، فينا نحن نشيل الورم عن طريق التنظير. مثلا مريض عنده نزف سائل دماغي شوكي عن طريق الأنف. طبعا هاي الحالة نحن اشتغلنا هون بمشفى الكلمة حالتين منها، 3 حالات عفوا منها. آخر حالة كانت مع الدكتور عنتر، مريضة كان عندها نزف سائل دماغي شوكي بالطرفين. أيوة. وعملنا لها ترقية سحايا بالتنظير عن طريق الأنف،
والحمد لله تكلل بالنجاح. عملية نوعية الصراحة. طبعا عملية نوعية وعملية يعني هاي يعتبر الجراحة جيوب التنظير المتقدمة. تماما. هلا في عنا نحن حالات كشف مجرى الدمع بالتنظير حاليا كمان عم نقوم فيها. يعني قبل المريض كان يعمل شق هون ودكتور العينية يفتح. هلا حاليا كمان ألغي هاي الطريقة، صرنا عن طريق الأنف خلال ربع ساعة نفتح كيس الدمع ونتائج كتير كويسة. هلا في عنا موضوع الجحوظ، هدول المرضى اللي عندهم غدة فرط نشاط غدة عم يصير عندهم جحوظ بالعين. أيوة. هلا نحن في عنا شيء اسمه عملية الجحوظ بالتنظير، بدل ما تشق من هون وتشق من هون وتشق من فوق. هلا بإمكانك تفوت على طريق التنظير وتعمل إزالة الجحوظ بجهاز التنظير. هلا هي ما يسمى بجراحة الجيوب التنظيرية المتطورة. هلا النقطة الأهم يلي طبعا طور جراحة الجيوب التنظيرية هي جهاز ما يسمى جهاز الشيفر التنظيري. نحن بالعربي نسميه جهاز الشيفر التنظيري أو ما يسمى بالشيفر دبرايدمنت. هذا بصراحة يعني أخطأ خطوات فعالة جدا في النتائج وتحقيق النتائج ومنع النكس والوصول إلى مناطق حتى بالتنظير لا يمكن الوصول إليه. تماما. طبعا دكتور، عم للمشاهدين اللي عم يشاهدون عبر البث المباشر، الفيديو واضح، الدكتور عم يحكي عن جهاز الشيفر، والفيديو هلا عم يبين للمشاهدين طريقة الجهاز، وهالجهاز هذا عم يحكي عنه الدكتور. تفضل دكتور. هلا من ميزات جهاز الشيفر في جراحة الجيوب التنظيرية في شغلتين أنا حابب أركز عليهم. مرضى الأطفال يلي كان عم يجونا بنقص سمع وضعف سمع نتيجة وجود ما يسمى بأكياس المي وراء غشاء الطبل. نعم. هدول الأطفال يتأخروا بالنطق، ما يحكوا بكير، يصير أعمارهم 3 و4 سنوات أحيانا. كنا نعالجهم بطرق تقليدية يلي هي نجرف الناميات جراحيا ونحط هالأنابيب، أنابيب التهوية بالإذن. هي بصراحة كمان كانت تسيء إلى النتائج وكانت تعطي صورة سلبية عن دور أنابيب التهوية، لأنه هي الأنابيب بعد 6 أشهر بدها تطلع، بيرجع الإذن ممكن يسكر، ممكن يرجع يجمع مي، والطفل يرجع يصير في عنده ضعف سمع، وبالتالي هذا الطفل يدخل بما يسمى ببطء تطور روحي الحركي عنده. أيوة. نتيجة ضعف السمع، تأخر التعليم. هلا نحن بصراحة دور جهاز الشيفر بمعالجة ضعف السمع عند الأطفال اللي عندهم مي وراء الإذن بدون ما نحن نضطر إنه نستخدم له الأنابيب تهوية، هو الشيفر عم يعمل إزالة كاملة لكتلة الناميات بما من ضمنه الناميات اللي حول نفيروستاش. أيوة. لما يتنظف بشكل كويس مع إمكانية شفط كيس المي عن طريق نفيروستاش أثناء العملية. تماما. بهالحالة نحن عم نعطي نتائج طويلة الأمد جدا. عم نريح الطفل من موضوع النكس بالمستقبل. أكيد. ما عم نخزع غشاء الطبل، وبالتالي ما عم نعرض الإذن لموضوع أنه ممكن يتطور عنده انسحاب دائم أو انتان خارجي. نعم. هي من ميزات جهاز الشيفر في معالجة ضعف السمع عند الأطفال اللي عندهم طبعا ناميات. هلا النقطة الثانية بجهاز الشيفر مثلا الجيوب البوليبات، في مرضى عندهم بوليبات، دو بتلاقي دائما عندهم الأنف مسكر نتيجة البوليبات، حساسية زايدة عندهم. هدول الجراحة التنظيرية العادية بصراحة ما عم تريحهم، وحتى إذا بدها تريحهم بدها تريحهم لعدة أشهر، شهر شهرين 3 مؤقتة. هلا إذا في عنا جهاز شيفر تنظيري نحن نقدر نعمل تجريف كامل لكل الجيوب الأنفية اللي هي عددها تقريبا 32 جيب. الجيوب الجبهية، الجيوب الغربالية، الجيوب الغربالية الأمامية، الغربالية الوتدية، هي كلها لا يمكن الوصول إليها بالتنظير العادي. نعم. وحتى إذا بدك تصل لها بالتنظير التقليدي بدك تنظفها صعب، ممكن تعمل اختلاطات يلي من ضمنها مثلا ممكن تعمل عمى، تعمل عينين، ممكن لا سمح الله تعمل رد على قاعدة القحف. تماما. أما هلا حاليا لما يكون في عندك جهاز الشيفر ممكن أنت تحقق هاي النتائج وتفيد المريض وتعمل له إزالة كاملة للبوليبات بدون ما تعمل اختلاطات على مستوى العين وعلى مستوى الدماغ. هي كمان من صرعات جهاز الشيفر بجراحة الجيوب التنظيرية.
حلو كتير. يعني حابب أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا، أنتوا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو الدكتور حسين عثمان، اختصاصي بجراحة الأنف والأذن والحنجرة. عم نحكي عن مستجدات الجراحة التنظيرية، وعم يحكي لنا الدكتور عن جهاز الشيفر. من شوي شفنا الفيديو التوضيحي لعملية أجراها الدكتور، ربما لمريض، يعني هو ما بعرف إذا كان صغير أو كبير، أكيد رح يوضح لنا إياها. نتائج مرجوة، و يعني سليمة، لا اختلاطات أخرى. عم نحكي عن هالموضوع هذا. دكتور، دواعي الاستخدام أكيد من ضمن سياق حديثكم توضح أنه اللجوء لهالإجراء هذا هو الأسباب اللي ذكرتن. طب دكتور، المستمع عم يسمعنا وعم يتساءل لحاله، يا ترى لمين تنعمل هالعمليات؟ للصغار، للكبار؟ يعني هل الجهاز هذا بيخدم الأطفال وبيخدم الكبار السن؟ شو هن العمليات اللي ذكرتن؟ هن شو هن اللي ما فيكم تعملوها بجهاز الشيبر؟ طبعا هلا الجهاز هذا أو جهاز الشيفر ممكن يستخدمه في مجال تنظير الجيوب بكل الأعمار، حلو. عند الأطفال وعند الكبار. مهم. عند الأطفال بشكل خاص نحن عم نستعمله بموضوع الناميات تحديدا، موضوع الناميات، ناميات. مشان ما نخلي هذا الطفل يرجع يحتاج إلى عملية ناميات، ومشان ما نخزع له غشاء الطفل، ومشان نحن نصرف له المي بنفس الجلسة. تماما. هلا ممكن نستعمله حتى بالجيوب عند الأطفال. هلا بشكل عام الأطفال اللي عندهم جيوب عادة لا يحتاجوا إلى عملية. معظم الأطفال اللي عندهم جيوب عادة عم يستجيبوا على العلاج الدوائي. عم نحكي على الجيوب وليس الناميات. الناميات حصرا علاجها هو جراحي يعني تنظيري. أما الجيوب عادة عند الأطفال لا تحتاج إلى تنظير ولا تحتاج إلى حتى عملية، أكثر عم تستجيب على العلاج الدوائي. هلا عند الكبار اللي بحاجة إلى تنظير يفضل وحاليا إجباري إنه يكون عندك جهاز الشيفر. إذا ما كان عندك جهاز الشيفر أنت ممكن تعرض حالك أول شيء وتعرض المريض ثاني شيء لاختلاطات. صح. يلي نحن قلناها أهم اختلاطين لجراحة الجيوب التنظيرية إيش هن؟ موضوع العمى وموضوع أذية الدماغ اللي هي نزف سائل دماغي شوكي. تماما. هلا مين ما عم تسأل يجونا مرضى بموضوع بوليبات، والله الدكتور عمل لي عملية بس والله ما نظف لي اياه كويس. طيب ليش ما نظف لك اياه كويس؟ والله قال انه هدول بوليبات خلفية وهدول بوليبات علوية، هدول ما ينشالوا. ليش؟ خوفا على العين يعني. ايه، خوفا على العين وخوفا على الدماغ. اما لما يكون عندك جهاز شيفر انت بامكانك بامان بدون اختلاطات تقدر تنظف الجيوب اللي حول العين اللي هي الجيوب الحجاجية والغربالية وحتى الوتدية يعني. فموضوع الشيفر هو جهاز آمن، بيخلي الطبيب بأمان وبيخلي مريضك بأمان. أكيد. أما نحن كنا نشتغل قبل الشيفر، نشتغل بجراحة الجيوب التنظيرية، لكن كنا حذرين وفي مواقع ما كنا نسترجي نفوت عليها بصراحة. يعني إذا صار اختلاط فنحن نسميه الاختلاط. يعني بأي سهولة ممكن أنت تعمل عمى لمريض، تعمل له جراحة جيوب تنظيرية، بأي سهولة ممكن تعمل له عمى يطلع المريض عميان بصراحة ما تعرف شو السبب. أنت عملت نزف بدون ما تعرف شو السبب، لأنك استخدمت أثناء التنظير أدوات قوية. الشيفر يتميز بأنه ناعم، يعمل تنظيف بنعومة بدون ما يجرح حواليه. حلو. فهي الفكرة من جهاز الشيفر. تماما. رح بذكر مستمعينا الأخت أفين أكيد بعد سؤال هو تحت الهواء قبل ما نفوت ونختار الموضوع. حقيقة أنه كنا محتارين بين موضوع الدوار الدهليزي أو مستجدات الجراحة التنظيرية. أكيد أخت أفين رح نجاوب على سؤالك. هي عم تحكي عن موضوع الدوار الدهليزي، أكيد رح نجاوب على سؤالك. للي عم يسمعونا واللي عم يشاهدونا، الدكتور حسين عثمان اختصاصي بجراحة الأنف والأذن والحنجرة موجود بالاستوديو. أي حدا عم يسمعنا هلا فيكم تشيلوا السماعة وتتصلوا معنا عبر الرقم الأرضي 429 101 أو عبر رسالة. أكيد رح نجاوب على أسئلتكم بما يخص جراحة الأنف والأذن والحنجرة. دكتور، هلا مثل هيك مرضى، هي الجراحة هاي كمان تتطلب تحضير المريض، إجراءات روتينية مثل تحاليل، استشارات أو كذا، أم هي يعني جراحة آمنة مثلا ما في داعي؟ لو توضح لنا هالموضوع هذا. طبعا هو مثل أي مريض، هو يحتاج إلى تحضير، يحتاج إلى فحوصات، يحتاج إلى شيء أساسي هو التصوير الطبقي المحوري وأحيانا الرنين المغناطيسي.
يحتاج إلى ضبط سكر، ضبط الضغط عند المريض، أهم شيء ضبط الضغط. مسن يعني. نعم. إيه يعني مثل أي عملية تماما. يحتاج إلى تحضير. تمام. استشارة تخدير أو تحضير جيد يعني، خاصة مرضى الضغط مهم. نحضرهم بشكل جيد قبل ما نعمل لهم هي العملية. تماما. حابب نوه لمستمعينا للي عم يسمعونا اللي هلا على البث المباشر والاف ام 103.5. نوه هيك على نقطة مهمة أيضا، هي يخص شهر رمضان، أو يعني هي مبادرة شخصية من الدكتور حسين عثمان. هي في عدد عمليات معين، هي عمليات مجانية. رح يحكي لنا أو يوضح هو طبعا اشتغل كذا عملية وعدد العمليات وشو هن العمليات اللي فيه يعملها المشفى اللي هو مساعد للحملة إذا قلناها أو هالمبادرة. الدكتور رح يحكي لنا عن هالمبادرة هاي كمان بشكل أوضح تحت يعني ضمن موضوعنا. تمام. هلا في عنا نحن 20 عملية. طبعا هاي العمليات هي ما عمليات شائعة، هي وما عمليات روتينية، هي عمليات نوعية وهي عمليات غالية كتكلفة. في عنا مرضى شخصيا بصراحة يعني بحاجة ومو قادرين يدفعوا. هلا الجمعيات قامت بتغطية العمليات الشائعة الروتينية اللي هي تكلفتها رخيصة شوي. نعم. يعني مثلا باختصاص الأنف وأذن وحنجرة، غطت الناميات الجراحي واللوزات، هاي العمليات اللي يعني ما بتكلف كتير، أرقامها نعم. كتير صغيرة. هلا نحن أنا كشخصيا أنا طبعا ومشفى الكلمة مشكور طبعا عرضنا 20 عملية نوعية من العمليات عالية التكلفة. هي عبارة عن 5 عمليات أذنية، 4 عمليات ترقية مع عملية حشو خشاء، وفي عنا نحن 5 عمليات جراحة جيوب تنظيرية، في عنا عمليتين جراحة ناميات بالشيفر، وفي عنا 3 عمليات زرع الحلزون، وفي عنا 5 عمليات بالعنق اللي هي غدة نكفية وغدة تحت الفك، وفي عنا أي كتلة بالعنق سواء كيسة غلصومية أو ما شابه ذلك، وفي عنا موضوع عملية استخراج تنظير قصبات، يعني استخراج جسم أجنبي من القصبات. تماما. وفي عنا موضوع حتى موضوع يعني الناميات. يعني نحن هلا تجاوزنا الرقم 20. تمام. نحن طرحنا 20 عملية بس حقيقة سجلنا أكثر من 20 لأن انحرجنا. تماما. هلا مشفى الكلمة طبعا كمان ساهموا هاي العمليات، حسموا 30% من التكلفة. يعني مثلا العملية كانت تكلف ولنفترض 100,000، المشفى قرروا ينزلوا 30,000 يعني 70,000. يعني المشفى حسموا 30% من التكلفة على هاي العمليات. فصار الرقم رمزي، يعني صار المريض بده يدفع هلا فقط تكلفة المشفى بعد حسم 30% من التكلفة، يعني يصير تقريبا تكلفة العملية 1/5 من التكلفة الحقيقية. فتكلفة رمزية جدا. وطبعا نحن نتمنى نتوفق بهذا الشيء. إن شاء الله يا رب. أجرينا تقريبا شيء 6 عمليات لهلا. 6 عمليات، لأنه نحن باليوم عم نقوم بعملية واحدة، عمليات كبيرة يعني. تماما ونوعية يعني. إيه، فاليوم عم نقوم تقريبا بعملية، أحيانا عمليتين. صار لنا يومين تقريبا شيء 6 أو 7 عمليات عملنا من هاي العمليات اللي طبعا المجال مفتوح، يعني نحن مو بالضروري يكون حصرا قبل العيد. يعني هلا ممكن لبعد شهر وشهرين 3 يجينا مريض غدة تحت الفك أو غدة نكفية، تماما راح نعمل له العملية مجانا. حتى لو بعد سنة كمان. المهم عنا يكتمل العدد. دكتور مشان موضوع المجانا لو توضح يعني للمستمعين، يا ترى الجراح مجانا اما المشفى رمزي او اي شيء يعني تفاصيل؟ ايه هلا الجراح هو انا طبعا مجانا بالمطلق. المشفى عادة اذا مثلا ياخذ 100 ياخذ 70%. يعني المشفى قام بحسم 30% من التكلفة اللي هو حاليا عم ياخدها. يعني اذا بعت له انا مثلا عملية فرضا ناميات بالشيفر، يعني إذا المشفى عم يطلب 100,000 هلا رح يطلب 70,000. تماما.
وهكذا على كل العمليات. تماما. طبعا مشكورين انتم والمشفى القائم والمساعد يعني المساهم بهالمبادرة الحلوة، ونتمنى من الجميع الأطباء يتبادروا لأهالي بلدنا اللي هن عم يعانوا من يعني عبء كبير على موضوع العمليات الجراحية. لنفوت نرجع على موضوعنا دكتور، دور التنظير في معالجة الناميات. يعني كنا هلا عم نحكي عنها، ونقص السمع. يعني بنلاحظ كتير أطفال صاروا شباب وكانوا صغار هن عم يعانوا من هالموضوع هذا، ما تشخص، ما تابع من الظروف المادية، أو كان مثل ما ذكرت أنه كان أمور كلاسيكية وتقليدية. لو تحكينا عن هالمحور هذا دكتور، دور التنظير في معالجة الناميات. تمام. هلا حاليا اللي مستلم الطفولة هن أطباء الأطفال. نعم. يعني أي طفل كان بيشيلوه لعند طبيب الأطفال. هلا طبيب الأطفال عم بيشخص صح، لكن موضوع العلاج عم يخطأ. في تقصير بموضوع العلاج، علاج الناميات عند الأطفال. حلو. عم يجينا حالات كتيرة، الطفل صار عنده ضعف سمع، وصار عنده انسقاء بغشاء الطبل، وصار في عنده اختلاطات على مستوى الأذن بسبب تأخير معالجة الناميات عند الأطفال. طبعا عم نسأل الأهل بشكل عام عم يتبعوا قرار طبيب الأطفال. طبيب الأطفال شوية عم يصبر على الناميات صراحة نحن كأطباء نفوذ نحن ما عم نصبر عليه، لأنه إذا صار في اختلاطات على مستوى الأذن فهي اختلاطات يعني مزعجة، من عملية بسيطة قد يتطور إلى عملية ترقية إلى عملية حشو خشاء. ممكن. الأطفال اللي عم يجونا بنقص سمع أطفال أغلبهم معهم ناميات، وأغلبهم تأخر التشخيص. هلا الناميات يجب أن تزال حتما، ويجب أن تزال بشكل كامل. تجريف كامل. هلا التجريف نوعين، في تجريف جراحي وفي تجريف تنظيري. هلا التجريف الجراحي يلي عم يقوم فيه حاليا معظم أطباء البلد عم يشيلوا 50% فقط من كتلة الناميات يلي موجودة عند هذا الطفل. 50% الثانية عم يخلوها، لأنه مو قادرين يشيلوها بالطريقة الجراحية. واسمها ناميات ممكن تنمو رح ترجع. طبعا تمام. رح ترجع، لأنه هي تنمو نتيجة ارتكاس ارتكاس الناميات الوسط الخارجي. رح ترجع تنمو ورح ترجع تأثر على الأذن. هلا نحن مشان نخلص الطفل من موضوع الناميات بشكل كامل، موضوع انه نحن بدنا نعمله تجريف كامل بشيء اسمه التنظير. هلا التنظير يا اما بده يكون عندك جهاز الشيفر لجراحة الجيوب التنظيرية لتحقق هذا الشيء، يا انه بده يكون عندك جهاز تاني اسمه جهاز الكوبليشن. هذا كمان جهاز يعتبر يعني بديل عن جهاز الشيفر، بيحقق نفس النتيجة. اما انه انت تعمل جراحة وتخلي المريض بعد 6 شهور يرجع لعندك كمان بموضوع تنكسي تراجع، يعني إيه، هاي تعتبر طرق يعني تقليدية. فنحن حاليا عم نتبع حاليا طريقة الشيفر، نتائجها ممتازة جدا. المريض ما عم يحتاج إلى أنابيب تهوية، المريض ما عم يرجع بنكس، المريض يرتاح كتير، يتحسن سمعه، تأهيله يصير أسرع، تطور روح الحركة يصير أسرع. يعني اليوم إجاني طفل عمره سنة عنده ناميات، هذا لا يمكن تعمله جراحة، لا يمكن أنك تعمله جراحة. عمره سنة عنده ناميات بعمر سنة. هذا إذا راح عند أي طبيب راح يضل يأجل فيه تماما، راح يضل يأجل فيه يصير عمره 3 سنوات. تماما. طبعا بنصيحة عم ينصحوه لسه ابنك صغير ولساته صغير ولا بدك تعمل عملية. الأهل يتقبلوا الموضوع هذا، الأهل ينبسطوا لما يجوا طبيب الأطفال يقول لهم هو لساته صغير على عملية. هذا إذا طول سنة تانية وصار عمره 2 سنين راح يتطور عنده نقص سمع تماما، مع انسقاق غشاء طبل، مع التصاق، مع تطور خشاء عنده، ومشاكل. يعني في كتير كبار فقدوا السمع بسبب الناميات اللي أهمل بمرحلة الطفولة أو عولج بشكل خطأ. في كتير بالغين فشلوا دراسيا. ليش؟ لأنه مشكلة ضعف السمع بسبب الناميات وبسبب الأكياس المي ما خلاهم يتابعوا المدرسة وما خلاهم يكونوا متفوقين، بسبب إما الإهمال، إهمال الأهل، أو عدم التشخيص يعني من قبل الأطباء. حتى أحيانا في تشخيص لكن ما في معالجة للأسف، بشخصه لكن ما عم بيعالج. تمام. فهذا الموضوع بصراحة كتير شائع، وكتير عم حاول إنه أطباء الأطفال يعني يكونوا متعاونين. يعني. تماما.
الأخت أبين بعت رسالة قبل ما تروح رسالتها لحتى كمان نرجع لموضوعنا. الأخت أبين عم تراسلنا أنه سألنا الدكتور عن الدوار الدهليزي للأذن الوسطى وطرق علاجها. الدوخة مترافقة مع وجع بالأذن، هي مقيمة برات سوريا طبعا. تحياتنا لك، وأكيد الدكتور رح يجاوب إذا في مجال نجاوب على سؤالها. موضوع الدوار الدهليزي وهي بدها كيف العلاج، وعندها المرض مترافق مع آلام بالأذن. هلا الدوار الدهليزي هو على فكرة من حاليا من تطورات التنظير بمعالجة الدوار الدهليزي، هو انه انت تعالج الدوار الدهليزي بالتنظير. هي الطريقة داخلة بحيز التطبيق يعني. حلو. بس نحن هي نخليها للحالات المتقدمة جدا يلي ما حاليا ما عم نضطر لها. بس في حالات متقدمة ما عم تستجيب للعلاجات والطرق اللي هلا حاليا موجودة. في شيء اسمه قطع عصب الدهليز بالتنظير. أيوة. نفوت وراء الإذن عن طريق الحفرة الخلفية بجهاز التنظير، في عصب الدهليزي والمسؤول عن الدوار تقطعه بالتنظير. هي التقنية موجودة طبعا تماما. بس يعني استطباباتها قليلة جدا يعني. هلا الدوار الدهليزي ما بنعرف إذا كان عنده دوار دهليزي مزمن ولا دوار وضعة ولا دوار حاد يعني. موضوع الدوار الدهليزي لا يعالج عن طريق الهاتف. أكيد تماما. يعني المعلومات بظن أنه كان الشرح واضح. بنتمنى لك السلامة أخت أفين، وإن شاء الله لجميع مستمعينا للي عم يسمعونا. أي حدا حابب ينضم لنا فيكم تشيلوا السماعة عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429 101. عم نحكي عن موضوع العمليات هاي دكتور، مخاطرها. هلا كل شيء حكيت عنه دكتور كلها كانت مزايا حقيقة يعني. انتانات قليلة، نتائج مرجوة، وسرعة بالعملية، ما في ندبة، ما في كذا، ما في ربما تكون في يعني تفاصيل صغيرة، هي كلها ميزات. طيب مخاطر هالعملية هاي دكتور، ممكن تكون في 1% من المخاطر؟ طبعا المخاطر هي على الشكل التالي. هلا المخاطر أو السلبيات. السلبية الأولى هي موضوع التكلفة. تكلفة عمليات التنظير شوي عالية مقارنة مع الجراحة التقليدية. عندنا بغض النظر عن الوضع المادي للمجتمع، تقبل الناس لتكلفة العمليات المتطورة شوي تقبلهم ضعيف يعني. العالم بحاجة لتوعية ثقافية أكثر من يعني. في ناس قادرين يعملوا عمليات تنظيرية ورغم ذلك عم يلجوا للعمليات الجراحية. هي ثقافة مجتمع. هي من أحد السلبيات طبعا. يعني اجاني طفل من شي 3 أشهر، طلبت منه عملية ناميات بالشيفر، راح لعند 4 من زملائي طلبوا أنابيب تهوية. المريض دخل بدوامي، 4 عم يقولوا لي أنابيب، 1 عم يقولوا لي الشيفر بلا أنابيب. راح الشام ورجع بأنابيب. فهي ثقافة لما يكون في عندك بالمجتمع طريقة شائعة، الطريقة المتطورة أو الطريقة المتميزة ما راح تكون بالصدارة بصراحة. هي أنا بعتبرها من مساوئ التنظير عندنا بالمجتمع. هلا النقطة الثالثة، الجهاز الشيفر أعطاله كتيرة. والنقطة الثالثة صيانته ما عنا يعني. ما عنا نحن صيانة لموضوع جهاز الشيفر يعني. جهاز التنظير عنا القطعة إذا انضرب صارت للكب. فهي كمان ما بتخلي إنه الطبيب يتشجع ويطور يقتني هالجهاز هذا حتى. أيوة إيه، لأنه هلا جهاز واحد سعره غالي جدا. صار في عطل، صار بدك تكبه. ما في عنا صيانة، ما في عنا وكلاء لهالشركات. فجهاز غالي وتكلفته غالية. هي من سلبياته. النقطة الثالثة هي كمان جهاز الشيفر بحاجة إنه بدك تعرف تشتغل عليه. إذا ما بدك تعرف تشتغل عليه ممكن كمان تعمل اختلاطات. ممكن تعمل اختلاطات وممكن أنت تسيء لحالك قبل ما تسيء للمريض. إذا جبت جهاز ما تعرف تشتغل عليه ممكن تسيء للمريض وتسيء لحالك. أيضا. فكمان بحاجة إلى أن الواحد يتعلم يشتغل عليه فترة منيحة قبل ما يحصله. أكيد. الأخت أبين كمان عم تعقب على موضوع الدوار الدهليزي. يا ترى السماعات اللي الناس اللي على طول عم يحطوا السماعات سواء كانت الصغيرة أو الهيدفونات اللي نحن عم نستعملها بيلعب دوره بموضوع الدوار الدهليزي يعني؟
تفاقمه أو حدوثه؟ الدوار الدهليزي هو بشكل عام يعني هو مشكلة داخلية ما له علاقة. هاي مم. السماعات اللي بالعادة الناس تستعملها هاي تعمل رد صوتي، تعمل أذية صوتية، تعمل طنين، مهم. تعمل ألم بالإذن. هلا إذا في انسقاب بغشاء الطبل مثلا وعم تحط بإيدنا سماعات ممكن عم يتحرض عنده دوار دهليزي، هذا أها. الشيء وارد يعني إذا في انسقاب بغشاء الطبل. نعم. إيه. أو إذا في عنده ما يسمى بحالات استثنائية، مثلا مريض عنده فرط منعكسات الركابي، كمان ممكن إذا حطت سماعة ممكن يتطور عنده دوار دهليزي بآلية تنبيه الدهليز، وارد هذا الشيء. تماما. طبعا دكتور، كمان أحد المشاهدين واللي بعثوا لنا أنه هو على موضوع الطنين، هو عم يعاني من طنين في الأذن بشكل مستمر. فقط السؤال هيك كان. ما بعرف إذا هو حابب يعرف شو السبب أو كيف العلاج. رح نطرح رسالتك للدكتور نشوف شو هو الجواب. الطنين المستمر بالأذن، هو ما ذكر لا أذن يسرى أو يمنى أو هلا آه، الطنين موضوع كمان طويل وبحاجة إلى أكيد بحث خاص هذا. الطنين. هلا في عنا طنين نابض مهم. اللي نحن نسمعه، وفي طنين شخصي. هلا الطنين قد يكون بسيط وما بده شيء، وبالتالي عرض يعني نحن نهمله أحيانا. ممكن يكون عرض خطير يحمل في طياته أمراض خطيرة بصراحة. مهم. ما يعني أسئلة جواب عليه صعب تمام صراحة عن تمام، طريق أكيد. الإذاعة. دكتور، بعد الإجراءات اللي عم تجروها إجراء مثلا تجريف الناميات بجهاز الشيفر، بيتطلب علاج، متابعة العلاج بيتطلب جلسات أخرى، أو يعني بس بتخلص العملية والمريض بيروح على البيت بيتخرج مثلا؟ شو هي المتابعات اللي بعد العملية هاي؟ هلا بشكل عام مثل أي عملية، يعني بحاجة إلى متابعة يعني فترة قصيرة جدا. النتائج يعني خلال فترة قصيرة جدا النتائج بيكونوا مهم. كويسة. يعني معظمهم يكونوا أطفال، مهم. ما بيحتاجوا إلى أكثر من 5 أيام دواء. تماما. خافضات حرارة، ممكن مضادات وزمة، ممكن مضاد التهاب. والسمع بيتحسن خلال فترة قصيرة جدا. لما يكون في عنده ضعف بالسمع بيتحسن عنده خلال فترة قصيرة، مهم. طبعا بدون ما نحن نخزع غشاء الطبل ونحط أنابيب التهوية. وأهم شيء بموضوع إنه ما بينكس. يعني الطفل ما راح يرجع لك بعد 6 أشهر كمان مهم. بقصة إنه والله صار عنده كمان انسداد بالأنف ورجع كبر الناميات. مهم. إنه الناميات شائعة جدا، النكس فيه شائع جدا. مهم. يعني ياما في أطفال عاملين ناميات مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة حتى. نعم. يعني آخر أنا أتذكر أكبر مريض ناميات أنا عملت له كان عمره بالخمسينات، للأسف. عامل 5 عمليات ناميات قبلي. بعمر للأسف. ال50 أنا عملت له آخر وحدة. في معدل عملية كل 10 سنين. إيه للأسف يعني. وحط يمكن 5 مرات أنابيب تهوية، كل مرة يشيل الناميات يحط أنابيب تهوية. مهم. بعد 6 أشهر يطلع الأنابيب، يرجعوا يعملوا له شوية تجريف نامية يحطوا له أنابيب تهوية، مهم. آخر الشهر يحطوا له بس أنابيب تهوية. هي أنابيب التهوية بتنحط أثناء العمل الجراحي دكتور ما بين الأذن؟ لو تشرح لنا لمستمعينا لحتى هلا هي يستفيدوا. هلا هي أنابيب التهوية هي غشاء الطبل مهم. عم يسقبوه هيك مهم. بهالشكل هذا، تماما. وعم يحطوا هذا أنبوب، عم يخلوا هذا أنبوب، بيضل الأنبوب هيك 6 أشهر. تماما. هذا غشاء الطبل انسقب صار في أنبوب. هلا هذا أنبوب مهم. وظيفته المي اللي موجود بالأذن الوسطى نعم. قدامه مسكر بسبب الناميات، نعم. عم يلاقوا له تصريف ليطلع من برا ها ها. بس مشان انه الطفل يسمع. طيب هذا بعد 6 أشهر بده يطلع مهم. نتيجة ارتكاس الجسم له بده يطلع، رح مهم. يتسكر هذا الممر اللي انت عملته. بالضبط. تصير فيه مفرزات. قدامه مسكر، مهم. رح يرجع يتجمع المي وبالتالي رح يرجع في ضعف سمع. مهم. يعني هذا حل مؤقت، نعم. مو حل دائم على المدى البعيد. مهم. هو إجراء راضي، يعني أنت هلا تماما. خزعت الغشاء، بعد 6 أشهر بجوز هالثقبة هي تضل، هاي الثقبة تماما. هي بجوز ما تسكر. تماما. وبالتالي رح يحتاج عملية أصعب اللي هي ترقيع، بدك ترقع غشاء الطبل، هالثقب للأسف. بدك تسكره. أصعب. هذا إذا ما تطور عنده مثلا إنتان مزمن بالإذن. تماما. يعني في مرضى المجرى مفتوح خلال بالله. 10 أيام انكب الأنبوب لأنه صار في إنتان مهم.
ما تحمل، صار في انتان، دخل مي، دخل عرق، دخل مفرزات، صار في انتان مزمن ما تحمل، نكبل انبو. تماما. للأسف يعني فهي هو علاجات مؤقتة، تماما. علاجات يعني في علاج متطور أفضل يفضل أن الواحد يتبعه، يعني أقل ردا، يعني أقل ردا، مثل ما ذكرت يعني. إيه ممكن يستغني عنه. أكيد. بهيك نحن طبعا أسئلتي هي اللي كنت رح أطرحها للدكتور هي انتهت. طبعا رح أترك الميكروفون للدكتور. أي مثلا محور حابب أنه يوضح للمستمعين، أي معلومة حابب يوصلها، دكتور حسين رح نترك المايك لك إذا حابب شيء تنوه على موضوع ما أو محور معين. هلا نحن في عنا موضوع تاني من مواضيع التنظير يلي أتصور ما ذكرناه، موضوع هدول اللي عم يرعفوا. تماما. في كتير مرضى، في كتير مرضى عم يرعفوا. تمام. رعاف مستمر، يعني رعاف مستمر أو رعاف حاد يعني متقطع لفترات. هلا حاليا نحن كمان هذا الشيء عم نعالجه بموضوع التنظير. تماما. اللي هو ما يسمى بربط الشريان الوتري الحنكي، او بالحالات الكتير حاده ربط الشريان الفكي الباطن بنفسه جهاز الشيفر دكتور نفسه، ولا لا هذا ما يحتاج شيفر، هذا بجراحه تنظيريه العاديه نعمل. تماما. هي كمان من تطبيقات جهاز التنظير. في عندنا هلا شغله كتير مهمه، هدول المرضى اللي عندهم حساسيه مزمنه بالانف. تماما. اللي عم يسمعونا تقريبا نسبة كبيرة من اللي هذا شائع جدا. بلدنا بلد يعني في كتير حساسية عندنا شائعة على مستوى الأنف بسبب التلوث والجو والغبار تماما. فهدول في كتير مرضى ما عم يستجيبوا للعلاج الدوائي. يعني تعطي مضادات تحسس، تعطي أدوية يستعملوها لفترات طويلة ورغم ذلك عم ينكسوا. هلا هاي نحن ممكن الواحد كمان يخدمهم بموضوع التنظير، انه يعمل لهم حل جذري، حل نهائي. شو هو دكتور؟ طبعا هي عملية بسيطة جدا ما تستغرق اكثر من ربع ساعة بموضوع التنظير. يا ريت تحكي لنا عنها دكتور. هلا هاي نحن بنفوت بجهاز التنظير، بنفوت على نقطة معينة بالانف. في عنا نحن عصب مسؤول عن الحساسية، حساسية المفرطة، تماما. اللي هي العصب الباراسيمباتيك. هذا العصب نعمل له قطع بالتنظير. تمام. المريض طبعا يرتاح تماما من موضوع الحساسية، ما يضل شيء اسمه عنده حساسية. حل رائع هذا. يعني السيلان بيوقف، العطس بيوقف، انسداد الانف، الاحتقان بيوقف عنده. هي كمان هلا من سرعات معالجة الاليرجيا بتقنية التنظير. هي طبعا استخدمها للمرضى يلي أحسن ما يستعمل الكورتيزون. هلا بتلاقي أنا في كتير مرضى عم يجوا والله رحت على الصيدلي وضربني إبرة تحسس. أنت عارفان شو إبرة التحسس اللي ضربك؟ هو كورتيزون. تماما. يعني هذا الكورتيزون، يعني الحساسية ما بتضرك بس الكورتيزون بيضرك. بعدين هذا الحساسية عمر طولها رح يضل معك 60-70 سنة طول عمرك. الكورتيزون 4 أشهر 5 أشهر ورح يروح مفعوله من الجسم، رح يرجع لعندك المشكلة، ورح تدخل بسكر، وممكن يصير معك ضغط، ممكن يصير معك هشاشة عظام، ممكن يصير معك شعرانية. كل هاي سلبيات يعني. كل هاي سلبيات. فهي ثقافة إبر الحساسية. أتمنى كمان من الزملاء الصدرية نعم اللي كتير عم ينصحوا فيها أحيانا والصيادلة والأطباء أنه إبر الحساسية يتركوها. مريض تعطيه أدوية تحسس، هدول اللي عنده حساسية بالأنف تماما ما ارتاح خلال فترة معينة، ممكن تلجأ له إلى عملية التنظير. عملية بسيطة جدا، عملية ما نراضي حتى، يعني ما بتطول، يعني ربع ساعة. ممكن حتى تخدير موضعي تعمله. حلو. إذا مريض متعاون ممكن حتى موضعية. ونحن عملنا كتير ناس هون وارتاحت تمام موضوع الكورتيزون. نتائج رائعة أكيد. نتائج رائعة جدا، وعلاج جذري طبعا. تماما. أهم شيء علاج جذري ولا ينكس. كمان هي ميزته إنه غير قابل للنكس، لأنه أنت العصب اللي هو عصب فيديان اللي هو مسؤول عن هذا الشيء أنت قطعته. عم يهيج الموضوع، عم يهيج الموضوع، أنت قطعته خلاص. فحل جذري مثل ما حل جذري لموضوع حساسية الأنف. هدول اللي دائما نحن بنسموه أنف العنزة على طول. تماما. يضلوا هيك يعملوا على طول سيلان وعطس واحتقان، وحتى واحتقان، النطق واضح بيكون عندهم يعني. أيوة في غني عندهم. فهي نحن كمان من التقنيات اللي نحن طبعا نستخدمها، بس لأنه كتير ما عم نتذكرها هلا تماما حاليا. هاي بشرة للمستمعين اللي عم يعانوا من موضوع الحساسية الأنفية والسيلان اللي ذكرته. أكيد هي يعني ضمن العمليات أو الإجراءات الحديثة يعني.
بختام حلقتنا نحن يعني وصلنا لنهاية حلقتنا. رح نترك المايك للدكتور حسين لنصائح لمستمعينا، للآباء للأمهات اللي عندهم أطفال عم يعانوا من حالات معينة بما يخص مجال جراحة الأنف والأذن والحنجرة، سواء كان طفل ما عم يسمع، عنده مشاكل بالأذن، عنده حساسية، عنده احتقان، يعني أي أمور أخرى رح يشرح لنا إياها وينصح المستمعين والمستمعات يلي هن المرضى أو ربما ما تشخصوا لحتى الآن، لحتى دكتور حسين رح يعني جملة نصائح رح يشرح لنا إياها أو يقول لكم إياها. رح أترك المايك لك دكتور، تفضل. هلا هي الطلبات أكثر ما هي نصائح. نعم. الطلب الأول هو من الزملاء أطباء الأطفال. أي طفل عنده تأخر بالكلام، أي طفل عنده تأخر بالنطق، ما بتعتبروا هذا الشيء عادي. هاي ظاهرة كتير شائعة. الأطفال عم بروحوا عند أطباء الأطفال عندهم صار عمرهم 3 و4 سنوات ما لسه ما بلشوا يحكوا. اتركي هذا، معلش، أولادك كله هيك، أولادي هيك، أولاد خالاتي هيك. نعم. هدول حقيقة عندهم ضعف سمع وبحاجة إلى معالجة سمعية عند اختصاصي أنف وأذن وحنجرة. هذا طلب من أطباء الأطفال. النقطة الثانية، الأطفال اللي عم يتعالجوا عند أطباء الأطفال اللي عندهم مشاكل بالناميات، تمام، يفضل ما يتأخروا عليهم. طالما تشخصتوا الناميات لا تتأخروا على الناميات. الناميات ما رح تروح بالدواء. في أطباء عم يعالجوا الناميات بالدواء حقيقة وفترات طويلة. عمر الناميات ما رح تروح بالدواء. الناميات خلاص كبرت، ما رح تصغر، وإذا بدها تصغر بعد شي 10 سنوات. إذا بعد 10 سنوات بدها تصغر بيكون عملت كتير مشاكل على مستوى الأذن. يعني دخلنا الطفل بضعف سمع دائم وبحاجة إلى عمليات قد تكون صعبة جدا ومكلفة جدا، من عمليات وإجراءات بسيطة. هاي طلبي من أطباء الأطفال، لأنه معظم الأطفال عم يتعالجوا عند أطباء الأطفال عم يجونا، ولكن عم يجونا بمراحل متقدمة، كلها اختلاطات. تماما. الطلب الثالث هو هلا حاليا أنا بتمنى من كل زملائنا أطباء الأنف وأذن وحنجرة إنه موضوع الناميات يدخلوا شيء اسمه التنظير بعلاج الناميات. يعني يتركوا الطريقة الجراحية ويحاولوا إنه يدخلوا شيء اسمه تنظير. يعني هي بحاجة إلى إنه شوي يطور من حاله أو شوي يحط تكاليف زيادة بس ليخدم هدول الأطفال، لأنه هدول الأطفال أمانة عندنا، بدنا نحن نقدم لهم ما هو أفضل. تماما. هلا النقطة الثالثة هن موضوع يعني الآباء بشكل عام والأمهات بشكل عام، هدول اللي بيدخنوا بيغرفن وفي عندهم في عندهم بالبيت في أطفال، هدول كتير عم يساهموا بتطور الجيوب وتطور الناميات وضعف السمع عند أطفالهم. يعني الدخان بحد ذاته كافي إنه يكون سبب بأنه هذا الطفل يتأخر النطق عنده ويتأخر الكلام عنده، وبالتالي يتأخر تطور الروحي الحركي ويتطور عنده ما يسمى بضخامة الناميات والتهاب الجيوب المزمن. الدخان بحد ذاته، الدخان اللي بالبيت عم يدخنوه هن سيجارة سيجارتين 3، هذا السبب لحاله كافي بغض النظر عن أسباب الحساسية والتلوث البيئي وما إلى شابه ذلك. تمام. يعني هاي النصائح اللي أو ما يسمى بالطلبات اللي أنا حاليا هيك عم بتذكرها. طبعا ألف شكر لكم دكتور حسين عثمان، اختصاصي بجراحة الأنف والأذن والحنجرة، على اللقاء الجميل والمعلومات القيمة. بتشكرك كثير دكتور. يا أهلا وسهلا، ونحن نتشكركم على هاي الاستضافة، والله يعطيكم ألف عافية. شكرا لكم. شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة والمشاهدة. بشكر زملائي بالكنترول، كنت أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون. على الأسبوع القادم تضلوا بخير وسلامة، وكل عام وأنتم بخير من هلأ.